أهلا سارة. الجديد في هذه القضية هو أن القضاء الآن منكب على فحص عدد من المداولات جرت بين ثلاثة أطراف، بين أشرف حكيمي من جهة والشابة التي تتهمه، وبين الشابة التي تتهمه وأحدى صديقاتها. في هذه المحادثات ما يخص أشرف حكيمي وهذه الفتاة، قام أشرف حكيمي بحسب المعلومات التي نشرتها عدد من الصحف الفرنسية من مصادر مقربة من التحقيق، قام بتسليم كل هذه المحادثات إلى القضاء ليطلع عليها. لكن المفاجأة أن الشابة التي تتهمه لم تقم بتسليم المحادثات من جانبها، وقالت أنها قامت بحذف حساب انستغرام الذي كانت تتحدث معه عبره مع حكيمي. من جهة ثانية المحادثات بينها وبين صديقتها، هي قالت في الشهادة التي قدمتها لمركز الشرطة عندما ذهبت إليه في اليوم التالي من الواقعة، قالت أنها وصلت إلى هناك قرابة الساعة 1 بعد منتصف الليل. أشرف حكيمي أرسل لها سيارة أجرة، مكثت في شقته نحو ساعة. هنا بدأ بملامستها بتقبيلها قبل أن يقوم باغتصابها بحسب روايتها، وهنا قامت بالاتصال بإحدى صديقاتها التي جاءت لكي تنقذها من هذا الموقف بحسب ما تقول. السلطات أو القضاء يحاول فهم بعض الرسائل، يقولون أو تم استخدام عبارة من قبل المصادر التي سربت هذه الأخبار أن هناك لغز في هذه المبادلات بين الشابة التي تتهم أشرف حكيمي وبين صديقتها. يحاولون فك بعض هذه الرسائل، هناك لغة غير مفهومة تم التحدث فيها، ربما تكون لغة أو كلام بين أصدقاء، عبارات تستخدم بشكل خاص بين أصدقاء، يحاولون فهمها. وهذا هو الأمر المهم والملح بالدرجة الأولى حتى الآن في هذه القضية. سارة، طب فادي، يعني في وسط هذا الغموض اللي حاصل وفي وسط الكلام أنه الفتاة رافضة الفحص الطبي ورافضة الفحص النفسي والموضوع يعني عدى عليه وقت، كيف ممكن، وهي طبعا ما نأكد كمان ونرجع نذكر أنه البنت مو رافعة دعوة، هذا حق عام، كيف يمكن إثبات التهمة أصلا على أشرف حكيمي؟ حتى الآن كل ما يحصل في هذه القضية هو ادعاءات أو هو أقوال هذه الشابة، ويقع المسؤولية لإثبات هذه الادعاءات على الطرف المدعي، على محاميتها. هذه المسألة أضافت تعقيدات كثيرة جدا على القضية، لأنها أولا ترفض مواجهة أشرف حكيمي، ترفض أيضا أن تسلم أو أن تقوم برفع شكوى رسمية ضده. هو لا يواجه شكوى بالاغتصاب، وإنما هناك تحقيق أو تحقيق تلقائي في قضية من هذا النوع. لكن أيضا هي ترفض الخضوع إلى فحوصات طبية كان يمكن أن تكشف بما لا يدع مجالا للشك أنها تعرضت للاغتصاب، لأنها توجهت في اليوم التالي فقط من هذه القضية إلى مركز الشرطة، لكنها ترفض إجراء هذه الفحوصات. هذه القضية قد تؤثر على أشخاص كثيرين حقيقة، ليس فقط على أشرف حكيمي، على عائلته من جهة، على نادي باريس سان جيرمان حيث أقف الآن هنا أمام هذا النادي، وخصوصا أيضا على صديق أشرف حكيمي النجم النادي كيليان مبابي الذي يلازم أشرف حكيمي في كل الوقت، يذهبان أينما ذهب أحدهما سوف يكون الآخر متواجد، يلتقطان الصور، يقضيان معظم العطلات مع بعضهما البعض. وهذه المسألة ستكون حساسة جدا للجميع، حتى أن النادي هناك أخبار تقول أن الفريق الفني للنادي ممتعض قليلا من سلوك أشرف حكيمي، لأن النادي اختار دعم لاعبه ليس ضد هذه السيدة وليس لإثبات براءته، ولكن لأنه الآن هو في طور الاتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذلك هم يمتعضون من سلوك أشرف حكيمي، لأنه يتعامل مع المسألة وكأن لا شيء ضده، لا يواجه هذه التهمة، هو يتصرف بشكل طبيعي، يقوم بالتقاط الصور وبالمزاح خلال التدريبات. هذا ما أثار نوع من الغضب في صفوف إدارة النادي.